أصعب رمضان في حياة أي بني آدم هو أول رمضان في الغربة، مش بسبب الفلوس بس بسبب الإحساس بالوحدة والغربة. أول مرة يجرب فيها رمضان وهو بعيد عن أهله وأصحابه، سكون غريب، مفيش صوت عيلة، مفيش لمة سفرة ولا حتى حد حواليك. بتحس برضو إن في حاجات ناقصة. وفي نفس الوقت رمضان في الإمارات ممكن يكون من أجمل شهور رمضان أنت مريت بيه في حياتك لو فهمت إزاي تعيش صح. في الفيديو ده هكلمك بصراحة عن 3 حاجات مهمين لأي مغترب من شخص عدى عليه رمضان 10 مرات في الإمارات، ولازم تخلي بالك منهم كويس جدا. ازاي تدبر فلوسك في رمضان، ازاي تتعامل مع احساس الغربه خصوصا لو اول سنين ليك في الامارات، وازاي تخلي الشهر ده نقطه قوه في حياتك مش ضغط عليك. بس في البدايه اتمنى تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس كتير بيهمها الفيديو ده، وتشترك في القناه لو بتشوفني لاول مره. وتعالى نبدا باول حاجه هكلمك فيها، وهي الصدمه الماليه في اول رمضان للمغترب. اكتر حاجه بتفاجئ المغترب الجديد وهي مصاريف رمضان. فجأة تلاقي نفسك بتصرف أكتر من الطبيعي، طلبات بقى، أكل، عزومات، حلويات، خروجات. رمضان بيتحول من شهر عبادة لشهر استنزاف. أنا شفت بعيني ناس كتير قوي في رمضان بيعدي عليهم وهم مضغوطين ومش فاهمين ليه. أنا فاهم كويس قوي إن الشاب مننا خصوصا لو عايش لوحده أو في سكن شباب بيرجع من الشغل تعبان ومش قادر يعمل فطار لنفسه. أغلبنا كده على فكرة. وده بيخليه يستسهل الموضوع ويطلب أكل جاهز أو أي مطعم قريب يفطر فيه ويوم والتاني يكمل أسبوع على الحل ده. الطريقة دي مش بتخليك تحس برمضان وتحسسك بالغربة أكتر وتخسر ميزانية آخر الشهر كمان. الحل مش إنك تمنع نفسك، لكن الحل إنك تعمل ميزانية لشهر رمضان. حدد أقصى مبلغ للأكل والخروجات في الشهر. مجرد ما تحدد رقم ده بيخليك واعي وما تصرفش أكتر من إمكانياتك. والنقطة الجاية دي حرفيا هي اللي وفرت لي نص مصاريف رمضان. طب إزاي نعمل خطة أو استراتيجية التوفير الذكي في رمضان؟ أولا لازم نبقى عارفين إن الهدف مش إنك تعيش محروم، لكن الهدف إنك تعيش أجواء رمضان وتوفر كمان. أول حاجة قعدة البيت هي الأساس. خلي اغلب اكلك معمول في البيت. الطبخ في البيت مش بس ارخص، ده كمان صحي وبيخلق احساس كده بالاستقرار. بتبقى قبلها بيوم عارف هتفطر ايه بكره ومش شايل هم التفكير هفطر ايه وفين هجيب الاكل ازاي. والطلب بيتاخر عليك بسبب الزحمه والضغط على المطاعم. حتى المطاعم وقت الفطار بيبقى فيه عدم اهتمام كبير قوي بالاكل اللي هيجي لك بسبب الزحمه. طبعا انا اعرف ناس كتير بتصرف في رمضان ضعف اللي بتصرفه في اي شهر وفي الاخر ما كانوش مبسوطين كمان. بس لو ساكن مع شباب انصحك تعمل نظام طبخ جماعي. على فكره ده بيخلق جو وروح حلوه قوي ومش بيحسسك بالغربه والبعد عن الاهل، وكمان مش بتحس بصعوبه الطبخ في البيت وكده. انا فاكر اول 3 سنين ليا في الامارات كنت في سكن مع شباب، ولما بيجي علينا شهر رمضان طبعا معظمنا كنا بنتجمع وقت الفطار وكل واحد بيعمل حاجه اللي يقدر عليها. وقت الفطار كنا بنحس اننا فعلا عيله واحده، وده اللي بيخليك ما تحسش بالغربه قوي والوحده في اجواء رمضان، لان ده اكتر شهر بيبقى صعب على المغترب خصوصا لو لسه جديد في البلد. كان في بينا ناس شاطره جدا في موضوع الطبخ ده وانا كنت منهم على فكره، وكنا بنتفق هناكل ايه خلال الاسبوع وبنتفق على خطط معينه وننزل نشتري حاجات الاسبوع كل ويك اند. وده بيوفر علينا ماديا بشكل كبير، لان معظم الهايبرات بتعمل العروض على كميات كبيره، وده هيناسب قوي مع الفطار الجماعي في السكن بيوفر كتير قوي. وفي نفس الوقت ما كانش حد شايل هم هياكل ايه وازاي هنعمل اكل وازاي هنصرف. كل حاجه متحدده من اول الاسبوع، وده اللي بيخلي رمضان بيعدي علينا واحنا فرحانين بيه وبيمر علينا ماديا ونفسيا احسن من شهور كتير بنحس بيها بالغربه بسبب انشغال كل واحد فينا بشغله ومشاكله وظروفه. كمان الناس اللي عايشه لوحدها مش شيرنج، يعني في بدايه الاسبوع حاول على قد ما تقدر تعمل خطه تعرف فيها هتاكل ايه كل يوم، وتبقى محضر على قد ما تقدر حاجه سريعه الطبخ. وممكن في الويك اند تعزم حد من صحابك او زميلك في الشغل تفطروا مع بعض في البيت، وهو هيردها لك الاسبوع اللي بعده. منها ما تفطرش لوحدك ومنها تقضي وقت حلو سواء قبل او بعد الفطار. ومن جانب تاني نحاول نستغل عروض رمضان بدون اندفاع. رمضان على فكره موسم عروض خصوصا لو هتجيب كميات، بس خلي بالك العروض بتوفر فلوس لو اشتريت اللي محتاجه مش اشتريت علشان عرض. لما بتبقى مضغوط ماديا الاحساس بالغربه بيكبر، لكن لما بتبقى مسيطر على فلوسك نفسيتك بتهدى بشكل كبير. وحاول تسال نفسك قبل ما تشتري حاجه، هل فعلا انا محتاج ده ولا ممكن استغنى عنه؟ تبقى كاتب احتياجاتك في ورقه وتبقى عارف هتجيب ايه بالظبط، وتمشي ما تلفش في الهايبر تتفرج بدون هدف، عشان هتلاقي نفسك جايب حاجات من عروض مش محتاجه بمجرد انك لقيته عرض كويس. يعني بلاش تبقى رايح تجيب حاجات معينه وتلاقي عربيه التسوق بتاعتك مليانه شيبسيهات ومقرمشات وشوكولاتات وتسالي، حاجات كتير هتضرك في رمضان اكتر ما هتفيدك، لان الحاجات دي بتبقى العروض عليها في رمضان قويه قوي. نيجي بقى للجانب الاهم والاصعب في حياه المغترب في شهر رمضان، وهو الجانب النفسي. لان رمضان في بلدك كان ليه صوت الاذان من الشباك، صوت الاطباق في المطبخ، وصوت لمه العيله، القعده على القهوه مع صحابك بعد التراويح.
للاسف في الغربه الصوت ده بيختفي وترجع الشغل على مكان هادي ما فيهوش لمه، ما فيش حد مستنيك، وهنا يبدا الاحساس ان كل مغترب يعرف كويس وهو احساسه بالفراغ، مش لانك لوحدك لكن لانك بعيد. ودي لحظه خطيره، لان لو سبت الاحساس ده يكبر جواك رمضان هيتحول من شهر راحه نفسيه لشهر ضغط واكتئاب عليك. المشكله الاولى صدمه المقارنه. اكتر حاجه بتتعب المغترب في رمضان انه يقارن طول الوقت، هناك احلى وزمان كان غير، وعادات وتقاليد كنت بتعملها في رمضان دلوقتي مفتقدها. كل مقارنه بتسحب منك جزء من استمتاعك بالحاضر. الحل انك تبني رمضان جديد بدل ما تحاول تعيش نسخه من رمضان بلد. انت اعمل رمضان جديد هنا. اصل رمضان مش مرتبط بالمكان، هو مرتبط اكتر بالاحساس. ابدا بطقوس بسيطه زي مثلا افطار ثابت نفس المكان كل اسبوع، مشروب بتحبه كل يوم على الفطار، مكالمه يوميه مع اهلك قبل الفطار او بعد الفطار على طول. الطقوس الصغيره دي بتخلق احساس بالاستقرار. لكن حتى لو عملت طقوس، في مشكله تانية بتضرب المغترب فجاه وممكن تخليه يقفل على نفسه تماما، وهي العزله بعد الشغل. ترجع من الشغل تعبان، اسهل قرار تقول انا هفطر لوحدي اليوم، ويوم بعد يوم الوحده تتحول لعاده وبعدها تتحول لعزله. الحل خدها قاعده كده في رمضان، حاول ما تفطرش لوحدك ابدا. مش لازم كل يوم، بس حط قاعده على الاقل 3 مرات في الاسبوع تفطر مع حد، صديق بقى او زميل او جارك او مجموعه في المسجد. الانسان في الغربه محتاج بشر مش رفاهيه، بتبقى ضروره نفسيه. بس العلاقات في الغربه مش دايما سهله، ودي مشكله ثالثه لازم نتكلم عنها بصراحه، وهي صعوبه تكوين علاقات حقيقيه. كتير من المغتربين يقولوا انا اعرف ناس بس ما عنديش صحاب. فرق كبير بين المعرفه والصحبه، انك تكلم حد وتحددوا تتقابلوا او تفطروا مع بعض. مش كتير بنلاقي الصاحب ده في الغربه. الحل انك تبني علاقات من ورا نشاطات مشتركه، زي مثلا صلاه التراويح مع نفس المجموعه في نفس الجامع كل يوم، رياضه خفيفه كل يوم بعد الفطار مثلا في الجيم، او تلعبوا كوره مثلا، افطار اسبوعي ثابت. العلاقات بتتبني من التكرار مش بالكلام الطويل. انا اول سنه ليا في الامارات كنت بحس بموضوع الوحده ده قوي، خصوصا في رمضان والاعياد، لحد ما اتعرفت على حد في جمعيه خيريه واقترح عليا اقتراح حلو قوي وفادني كتير الفتره دي. قال لي ايه رايك تشارك معانا في خيمه رمضان تساعدنا وفي نفس الوقت تفطر معانا. قبل الكورونا كانت خيم افطار صائم كتير قوي في كل مكان في الامارات، وفعلا اقرب خيمه ليا كنت بنزل معظم ايام الاسبوع، بساعد الناس قبل الفطار بساعه وننظم ونشارك في افطار صائم، وكانت اجواء جميله بصراحه. فضلت مواظب على الموضوع ده سنتين لحد ما غيرت سكني. كنت فعلا بحس بالونس، وخصوصا انك بتفطر مع الناس وتعرفت على اشخاص جميله بيسعوا في الخير. فدي كانت فكره بسيطه ممكن تستغل رمضان في انك تستفيد منه وفي نفس الوقت ما تحسش بالغربه والوحده. لكن في مشكله اعمق وممكن تكون اخطر واحده، وهي فقدان معنى رمضان بسبب الشغل والروتين. رمضان احيانا يتحول لجدول نوم وشغل وافطار من غير احساس، وكل يوم شبه التاني. انت محتاج لحظه ثابته هدوء في يومك، 10 دقائق بعد التراويح او قبل النوم، من غير موبايل من غير ازعاج. لحظه تفكير كده واسال نفسك ازاي اخرج باكتر استفاده من الشهر ده. ولما تبدا تستعيد الاحساس تكتشف ان رمضان في الغربه ممكن يكون هديه مش عبء، وهتكتشف الطريقه انك تخلي رمضان نقطه قوه في حياتك. رمضان في الغربه عنده ميزه غريبه وهي الهدوء. فكر فيها كده، هي اللمه والعيله والتجمع ده ميزه حلوه وونس وذكريات، ممكن حد تاني يشوفها مش دايما ميزه. ممكن الواحد يبقى محتاج شويه ينفصل عن الحال ويركز اكتر في ربنا والتقرب اكتر ويعمل الخير ومن غير صوت. الغربه بقى ممكن تديك الميزه دي، تحس ان مفيش تشتيت كتير ولا اغراءات خروج وفسح وسحور بره مع الصحاب، مفيش التزامات اجتماعيه وعزومات كتير بره البيت او حتى عندك في البيت، وناس كتير بتفضل ده. فحاول تستغل الهدوء ده في 3 حاجات. لازم ترتب حياتك. رمضان وقت مثالي لمراجعة مصاريفك وأهدافك وخططك المستقبلية. تاني حاجة تطور نفسك حتى لو 30 دقيقة يوميا، قراية أو تعلم مهارة تعمل خير. تالت حاجة تقوي علاقاتك بالناس، زي مثلا تكلم أهلك فيديو كول أو تسأل على صحابك القدام. تحس ان العلاقات محتاجه رعايه بجد. لو سالت على اصحابك او قرايبك اللي بقالك سنين ما كلمتهمش، هيفرحوا انك لسه فاكرهم وتسال عليهم، دي في حد ذاتها صدقه. فبعد السنين اللي قضيتها في الغربه اكتشفت حاجه بسيطه، ان اول رمضان ليا هنا كان تقيل جدا عليا، وكنت فاكر ان الحل فلوس كتير او شغل اقل، لكن الحقيقه كانت ابسط من كده بكتير. كنت محتاج اعيش رمضان مش اعديه. لما بدات ابني يومي حوالين ناس وطقوس وعادات ولحظات هدوء، ورمضان بقى مختلف، نفس البلد ونفس الشغل لكن احساس تاني خالص. فاللي عايز اوصله لك ان رمضان في الغربه اختبار في القدره على بناء حياه. لو عرفت توازن بين فلوسك ونفسيتك وعلاقاتك، هتلاقي رمضان هنا ممكن يكون من اجمل فترات حياتك، مش لانك مثالي لكن لانك واعي تقدر تحول الغربه من عبء لقوه. ولو حابب اعمل فيديو عن افضل اماكن الافطار والانشطه الرمضانيه في الامارات، اكتب لي في التعليقات عايز الاماكن. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.